السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي. موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة بيتكلم عن إزاي تكوني ست راقية. كتير مننا فاكرين إن الرقي في اللبس الغالي أو شكل معين أو برفان غالي، لكن الحقيقة الرقي ملوش علاقة بالفلوس ولا المظهر. الرقي بيبدأ من جواكي انتي، من شخصيتك وطريقتك في التفكير. فخليني أقولك الخطوات اللي بتخليكي ست راقية بجد. أول حاجة طريقة كلامك. الست الراقية صوتها ما بيعلاش حتى لو متعصبة أو زعلانة. هي بتعرف إزاي تعبر عن نفسها بهدوء، وبتختار كلامها، مش أي كلمة وخلاص بتقولها، لأنها بتعرف إن الكلام هو اللي بيكشف مستواها الحقيقي. تاني حاجة، الست الراقية بتحترم نفسها. يعني لو انتي مش مقدرة نفسك محدش هيقدرك. يعني ما تقلليش من نفسك عشان ترضي حد، وما تجريش ورا حد مش شايفك أصلا ولا مهتم بيك، وكمان ما تسمحيش لحد يتعدى حدوده معاكي. الست الراقية عارفة قيمتها كويس ومش بتتنازل عنها. تالت نقطة، لبسك وأسلوبك هو اللي بيبين رقيك. بس مش شرط خالص يكون اللبس غالي، لكن لازم يكون نظيف بسيط شيك. الرقي دايما بيكون في البساطة، في فن اختيار الألوان الهادية، في إنك تباني مرتبة في ملابسك بس مش مبالغ فيها. رابع نقطة عشان تباني ست راقية، هدوءك في ردود أفعالك. يعني في ناس أول ما تتضايق بتولع الدنيا وتتنرفز، لكن الست الراقية بتعرف امتى تسكت وامتى تتكلم، والطريقة اللي تليق بيها وتتكلم بيها. يعني مش كل معركة تستاهل انك تدخليها، ومش كل كلمة تتقالك تستاهل انك تردي، لان احيانا السكوت بيبقى اعلى درجات الرقي. خامس نقطة عشان تكوني ست راقية، احترامك للناس. الست الراقية بتكون محترمة مع الكل، مش بس الناس المهمين. بتتعامل كويس مع أي حد، ما بتكونش متكبرة ولا متصنعة. سادس حاجة، ثقافتك وتفكيرك. الرقي مش بس شكل، ده عقل كمان. وعشان تكوني ست راقية في عقلك وثقافتك وتفكيرك، لازم تقري، تتعلمي حاجات جديدة، تسمعي أكتر. يعني تخلي عندك وعي ورأي وشخصية، لأن الست الراقية لما بتتكلم الناس بتحب تسمعها، مش عشان صوتها حلو، لكن كلامها بيكون له قيمة، عشان كده الناس بتحب تسمعها. سابع حاجة، طاقتك. في ستات أول ما بتدخل مكان الناس بتحس بارتياح، على عكس ستات أخرى. وده بيكون عشان الست الراقية طاقتها بتكون هادية مطمئنة، مش بتأذي حد لا بلسانها ولا بنظراتها ولا بنتقيتها. تامن حاجة، ما تجريش ورا حد عشان الاهتمام، لأن الست الراقية عمرها ما بتطلب اهتمام من حد ولا بتفرض نفسها. هي تقيلة بمعنى الكلمة، يعني اللي عايزها هو اللي بيسعى ليها، مش هي اللي بتجري ورا أي حد يديها شوية اهتمام مؤقت. تاسع نقطة، الست الراقية دايما بتختار نفسها، بتختار راحتها، كرامتها ونفسيتها. يعني مش أي حد يدخل حياتها وخلاص، ومش أي حد تستاهل إن هي تضيع طاقتها عليه. يعني الخلاصة إن الست الراقية مش بتظهر، هي بتتلاحظ من غير ما تتكلم،
من غير ما تحاول، من غير ما تبذل أي مجهود عشان تلفت الانتباه ليها. طيب ليه كده؟ علشان ببساطة هي عايشة ببساطة من جواها، والبساطة اللي في جواها بتظهر عليها وبتبان عليها. الست الراقية بتعرف إن اللي بيجري ورا الناس بيتعب، واللي بيحاول يرضي الكل بيضيع، وإن أحسن قرار هي ممكن تاخده في حياتها إن هي تختار نفسها، لأن وقت ما تختار نفسها هتبقى راقية مختلفة عن الآخرين. في النهاية أحب أقولك إن الرقي مش حاجة تقدري تشتريها ولا تلبسيها. الرقي أسلوب حياة، طريقة تفكير. الرقي قوة هادية من غير صوت عالي. انت مش محتاجة تبقي حد تاني عشان تكوني ست راقية. انت محتاجة بس نسخة أحسن من نسختك الحالية، ومحتاجة تعرفي إن الرقي لا لبس ولا فلوس. الرقي بيبدأ من جواكي انت. وخليني أقولك في الآخر إن خلي عندك يقين إن الرقي مش حاجة انت بتعمليها عشان الناس تشوفك، لكن الرقي حاجة انت بتعمليها عشان تبقي مرتاحة مع نفسك. ولازم تعرفي مش كل اللي صوته عالي قوي، ولا كل اللي بيظهر كتير مهم، ولا كل اللي بياخد اهتمام يستهلك. قيمتك الحقيقية في هدوءك، في ثقتك في نفسك، انك تبقي ثابتة حتى لو الدنيا كلها حواليك بتتهز. يعني اعملي لنفسك مقام، واللي مش شايفك ما يستاهلش يبذل مجهود عشانه. لما تبقي راقية بجد من جوه هتجبري اي حد يحترمك، حتى اللي مش هيحبك، مش عشان بتحاولي لكن عشان بقيتي ست راقية بجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.